حن في شتاء والإذرة توهت يطلع حبها. بوي في المغرب طلع على البلاد يقص البلاد من البل ولا من كذا ولا ليه هو بحسين بن مرضي في الوادي هذا جاينا ومعها مسب. المسب هذا جلد يمكن جلد تيس ولا من هالقبيل لكن مصنوع ولا فيه حب. قال من سواد الليل يقول أبوي ما يشوفون ما بلا كهرب ولا نور ولا شيء. قال أنا حسين. قال مرحبا كنت يا حسين. قال والله سلامتك أنا رحت أدور ديان اللي ما أدري فين قال في صوب الصيحاني ولكن سوقت الاثنين وشريت لي منه مد حب. حتى ما قال شريت لي منه قال وبشرك إني شريت لي منه مد حب. هيا إيش هذا يدل عليه؟ يدل على القصة ذاك الوقت وبيدل على المواساة. قال مع ربك بتقسمه بيني وبينك يا حسين والله ما عندنا شيء ذا الحين. قال أبشر اقعد. فجلسوا في البطحاء وتقسموا المد. خليك تشوف تقسموا المد هذا بالصفحة. راح بوي بنص المد هذا لأمي وقال اطحني عشان العوالها بيه العشل ما بشي. وابن مرضي راح الله يجعله في الجنة. بوي يسوي القهوة وأمي تطحن على الرعاء الحب هذا للبعير يرغي عند الباب يرغي البعير. قام بوي شوف من راعي البعير ليه هو عمي عبد الله بن عريج الله يرحمه ولهم برك ان البعير عند الباب في ظهره 5 أفراق بر. رحب حي الله سلم الله. قال وش ذا الحب يا عبد الله؟ قال معي ديان نصوب الفرعين بغيت يقضيني وعود استقضيت منه ذا الحب خذه. ولما انه جاء كفت الشتاء هذا عطني اياه هدره. قال سدت زانت نزلوه وصرنا ناكل بر في الشتاء ما مع الناس شيء. في الصباح سرح بوي ب4 أمداد في مسب كبير وعاء وحاولنا ندق به على حسين بن مرضي. قال يا حسين افتح. رحب بحي الله. قال ايش ذا اللي معك؟ قال معي شباب ما انت له بسبب خذ هذه جاني البارحة خير وذا حذيتك منه يا حسين يا راعي نص المد اللي قسمت المد بيني وبينك. شوف كيف الأرزاق تجي. والأولين كانوا زيان لما جاء صريم الشتاء فيه حماصة وفيه رمعة وفيه حواذة. هذا للناس اللي يجون يطلبون اللي ما عندهم ثمر ولا عندهم شيء. فلجى الصريم جو وعطوهم يقولون حمصنا يا رع المزرعة يعطيهم حميص بعجوره بالعجور مطيان. ولا جاء تكسير المطيان في الزرع. جو ثاني مرة يبغون الرمعة ويعطيهم رمعة. ولما قدوا في الجرين ودى الجرين جو قالوا نبغى الحواذة وأعطاهم حواذة. والله أنا هذه من بوي أشوفها أنا وأحضرها حضرتها وغيره كرم منهم ولا مجبورين عليها؟ لا كرم وما تاخذينها عادة وشيم ما يقدرون يخلون السائر عابر سبيل ما يقدر. يجي واحد يطلب ما يقدر. في ناس يجونا في وقت ما هو لا بوقت ثمر ولا بوقت شيء يطلبون ويعطونهم.